كل لاعب ليه عالم وعالمنا مختلف ومتميز. اهلا بكم في اكس ديمو وورلد. هنا هتعيشوا اقوى التجارب التريبل اي جيمنج، الالعاب القصصيه والتحديات والمغامرات من اول لحظه. مستعد تعيش التجربه ونقول يلا بينا؟ طب يلا بينا. بما ان دي اول حلقه لينا، اخترنا نبدا مع اللعبه اللي صنعت ذكريات مع كل جيمر، وهي اكيد ماينكرافت. هندخل عالم جديد ونستكشف سوا خطوه بخطوه. ويلا بينا على السيد الجديد من بدايه من الصفر، وكل خطوه هنا هتفرق معانا. كنت الصراحة عايز اللي أنا أدبس حبتين كده على موضوع السيد، إحنا نكتشف سيد حلو كده معانا، ولكن قلنا نخليها عشوائية، نشوف الحظ هيوصلنا لفين. وندوس كرييت نيو وورلد. بدايتنا هنا اللي إحنا هنجمع الأدوات الأساسية، من ضمنها الخشب، ومن بعدها نروح علشان نجمع الستون. أهم حاجة في تجميع الخشب هنا إنك تجمع الكمية الكافية ليك، إنك لو نزلت كيف أو حصل أي مشكلة يبقى بصراحة طريق السلام، هتفضل تدور على أي موارد مش هتلاقي. لأننا نزلنا هنا تقريبا أغلبية المكان كله نازل على بحر، لكن يلا بينا ليه لأ. بما اننا جمعنا لغايه دلوقتي 10 خشبات، دي يعتبر يعني كميه كافيه لغايه دلوقتي. ممكن بقى ننزل كده كهنت صغيره. بس اول حاجه نعملها معانا هنا محتاجين كرافتنج تيبل. دي طبعا بتتعمل معانا هنا بالاربع خشبات في الزون بتاعه الكرافتنج. كده محتاجين اول بدايه معانا واللي هي هتبقى البيكاكس. نبدا هنا ونبدا بكينج اللعبه بعيد عن الخشب اللي وقع يعني. نبدا هنا بعمك البيكاكس بتاعنا. دي بقى هنتايه صغيره يعني لو بتبدا. ناخد حبتين ستون من تحت. الستون هيساعدك ان ادواتك كلها تتطور من اول وجديد. طبيعي علشان الخشب ما بيستحملش. تقريبا كلكم شايفين لغايه دلوقتي تحت ان البيكاكس بتاعنا اللي لسه عاملينه دلوقتي بيتكسر. تقريبا احنا جمعنا انديسايت معاها. في واحد ممكن يسأل ليه بنجمع الخشب او ليه بنجمع الستون دلوقتي. الخشب او الستون انت محتاجهم علشان تجمع الادوات او علشان تعمل الادوات، واللي من ضمنها محتاجين الستون اكس. طالما محتاجين الستون اكس هنحتاجه في ايه؟ ده هيسرع معاك تقطيع الشجر. لو فاكر السرعه اللي احنا كنا بنقطع بيها الشجر بايدينا، طبعا فرق السرعه بتاع تقطيع الشجر كان هيفرق جامد. احنا عملناه فعليا. لو عملنا وودن اكس كان هينفع، ولكن كان هيتكسر بسرعه. دلوقتي الهدف اللي احنا نلاقي لنا اكل او نلاقي لنا بيز يعني نقدر ان احنا نعيش فيها حبتين ثلاثه. نحاول نعدي من الشجر. عندك هنا انواع اشجار مختلفه، منهم السبروس اللي لسه مكسرينه، ودي يعتبر الشتله بتاعته اللي هتقدر انك تزرع بيها. وعندنا خشب الاوك والخشب التاني الابيض. عندنا كذا نوع من انواع الخشب. طبيعي من الافضل انك تجمع من هنا الشتلات بتاعت كل شجره، عشان لو انت رحت في مكان مثلا كله سبروس مش هتلاقي الاوك وود، وهكذا مع بقيه الخشب. بتحاول تاخد شتله ولو اقل واحده. وللعلم كمان السبروس وود لازم علشان تعمله لازم يبقى معاك أربع شتلات، مش واحدة بس. جميل جميل جدا. كده لقينا بيج. طبعا حرام يا ولد انك له. اوعى تاكل عمك خنزر. واكيد ما ننساش كنا مفترض نحطها في الاول قبل ما نبدا. نخش على الاوبشنز، نخش من هنا على الميوزك اند ساوند ونقفل الميوزك. لقينا حبتين خرفان. الخرفان هنا مهمة علشان انت بتاخد منها 2 ايتمز. الله قرية. هي شكلها بداية حلوة. عندك هنا لما بتاخد منه بتاخد الاثنين ايتمز. بتاخد الاول منه الرو مutton اللي هي اللحمه بتاعته. تاخد الوايت وول. الوايت وول عندك هيبقى مهم جدا عشان تقدر تعمل الايه السرير، عشان ما يجيلكش عمك الزومبي ولا الكريبر يجي يمس عليك كده ويفرقع لك البيس كله بتاعك. بما اننا لقينا قريه تقريبا كده، احنا لقينا البيز اللي هنقعد فيها او اللي هنعيش فيها. نعمل سبون بوينت هنا. في شيست جوه لو شايفينه. تعال نشيل الخشب ده كان مقفول عليهم. في شويتين ابل هنا. الابل ليه فوائد كتير وهنعرفها مستقبلا. تعالى بس نحط البريك. في كذا بدايه في اللعبه، يعني انت ممكن تبدا هنا كذا بدايه مختلفه عن بعض. البدايه الاولى اللي احنا بنبداها حاليا، تبدا عادي بتفضل تجمع في حيوانات، تحاول تحبس الحيوانات عشان تفضل تكبرهم، تزرع الارض وهكذا. في بدايه تانية كان عاملها ذياب بصراحه،
قناته بتاع ذياب، كان عامل فيها اللي هو الفيليجرز، كان واخد الفيليجرز على جنب، وكل شويتين عمل الاثنين من انواع الفيليجرز، اللي بياخد الكتب والتاني بتاع اللي بياخد الشجر، اللي بياخد الستيك بتاعت الشجر اللي هي الستيك دي. فساعتها كل ما هو كان بياخد الستيك كان بيديله ايميرالد، الايميرالد قعد يبدله مع الراجل بتاع الكتب اللي كان بياخد منه، اللي بياخد منه فورشن، عشان يقدر اللي هو يجيب التطويره من اولها، بحيث انه لو نزل كيفنج هياخد دايموند باعلى شكل ممكن. يعني مثلا بدل ما انت هتاخد دايموندايه واحده، لا هتاخد 3 دايموندات طالما انت عندك تطويره الفورشن على الايه، على البيكاكس. وده عندك هنا مثلا ده الفارمر الفلاح، ولكن مش عايزين نتاكل معاه دلوقتي طالما جوانا، ناكل حبتين برضو. بما اننا لقينا البيز اللي احنا هنقعد فيها، نعمل لنا سرير بحيث الفيليجرز برضو ايه يحاولوا يتكاثروا هنا. هنا في صندوق جميل، نشيل الصندوق الفاضي ده، نطلع كل حاجه معانا، ناخد الكرافتنج تيبل، ونحاول نعمل لنا هنا شكل برضو ايه افضل من الشكل الموجود ده. نحاول نعمل لنا هنا ايه بعد الكرافتنج تيبل، ناخد احنا معانا دلوقتي الشيست، احنا محتاجين دلوقتي نعمل السرير، ونعمل معانا هنا من الوايت وول، نعمل الوايت بيد. مهمته هنا انك تقدر انك تجمع الحاجه بتاعتك في مكان امن، او انها ما تكونش معاك عشان لو مت لا قدر الله او حصل اي حاجه تحت بقى مع عمك الزومبيز وغيره، فتقدر انك ترجع للحاجه بتاعتك. ممكن نخليه هنا في الارض لغايه ما نبقى ننقل تاني. طالما بقى معانا شويتين، طبعا نحتفظ بده الودن بيكاكس، اوعى نطيره، نبدا نكسر. طبيعي نحاول ان احنا نقفل. يعني دلوقتي قدامك بلوكتين، البلوكتين دول انت كده سامح للزومبي بما انك في منطقه دارك، او المنطقه دي ضلمه، وكل طبعا ما انت تروح هيبقى اظلم واظلم، بما انك بص لو قفلت هنا يبقى المنطقه دي دارك. فجاه الليل جه، بما ان الليل جه، اوعى يا ولد يا فيليجر، عيب الكلام ده. وكده يعتبر اليوم التاني ايه سويت دريمز. عموما ده طلع هنا في كميه ستون بالهبل على الجبال. دلوقتي عندنا كرافتنج تيبل ومعانا كذا كابل ستون، فبدل ما انت بتضيع وقتك علشان تاخد الستون بشكل بطيء، فلا اعمل لك هنا ستون بيكاكس والدنيا هتظبط. كده خدنا تاني اتشيفمنت انلوك جيتنج ان ابجريد. حلو والله. كده احنا اول حاجه كنا عاملينها الودن بيكاكس، وبعد كده قلبنا على الستون، واول حاجه كانت معانا كان الستون اكس. دي كانت بدايه فول ممتازه، وجود القريه دي ممتاز اكتر، وشكل السيد ده رايق، والعالم هيبقى روق. يلا بينا. اهم حاجه نحفظ بس ايه، نعمل سكرين شوت عشان نحفظ الكوردينيتس بتاعتنا، عشان نقدر نرجع تاني للمكان لو بعدنا عن البيت. اقفشك معايا يا خروف. عايزين نعمل لنا سورد وشافل. ادي كده عملنا شافل. السورد طريقته مختلفة، بيبقى الايتم معمول منه اتنين والستيك تحته. ودي كده كترتيبة الادوات دي بالنسبة لي هتبقى رايقة. ممكن طبعا ترتيبة الادوات بالنسبة لك هتبقى مختلفة على حسب انت كنت بتلعب ماينكرافت قبل كده ولا لا، لكن كل تقسيمة بيبقى ليها غير. عايزين نعمل لنا برضو واحد ستون هو، علشان نقدر ان احنا نلم حبتين الزرع من صاحبنا اللي فوق كده على اي فتحة كيفنج صغيرة زي الفتحة اللي قدامنا دي. بداية مبشرة بالخير طبعا يعني. بس تعالى نحاول كده ناخد حبتين الكول عشان نقدر نعمل لنا الشمع ونشوف في الظلمات دي. صح يعني، قولوا لنا رايكم لو حابين ان احنا مثلا نعمل في البدايه دي نحط مودات. مش طبعا مش هتبقى مودات اللي هي تخرب على اللعب او تخرب عالم السرفايفل اللي احنا عاملينه، لان ده هيبقى اول راوند تقريبا عندنا او اول حلقه في السنجل بلاير، الميني ماب والورلد ماب، علشان تقدر تشوف برضو لو في العالم حاجه قريبه في نايت مود، بحيث انكم تشوفوا اوضح واوضح من اللي انا شايفه. تعالى هنا نجمع حبتين الكول، والكول اهم حاجه جمعه بدري بدري، لانك لو نزلت تحت هتحتاج انك تعمل لك اي فرن عشان تشوي بقى لو معاك ايرون او غيره، فهتتدبس تدبيسه وحشه. فاهم حاجه انك تجمع الكول. اي ثينك كفايه حبتين الكول لغايه دلوقتي. تعال نحطه هنا قريب، في كميه كول حلوه هنا، بس احنا عايزين دلوقتي ايرون، عايزين شويه حديد. سكيلتون، عيب الكلام ده والله، والله عيب الكلام ده. في واحد ممكن يسأل ليه بتنط وتضرب، لان كل ما انت بتنط بيبقى في ايدجنج على اللي قدامك. يعني كل ما انت الله لقينا الايرون، كل ما انت بتنط
وتضرب، كل ما الدامج بيبقى زايد على الامبوستر اللي قدامك او على المانستر اللي قدامك، على الوحش اللي قدامك. لا كميه ايرون حلو. الايرون ليه بقى كنا محتاجينه؟ علشان نعمل لنا الباكت. الباكت هيفيدنا في ايه؟ ده سؤال. انك تاخد بيه الميه علشان تقدر انك تعمل لك بيها بقى اي حاجه، اذا كانت محصول، علشان تقدر انك مثلا تعمل لك محصول قمح او غيره، تزرع يعني. من الاخر عارفين مكان رجوعنا، رجعونا. اكيد تقدر انك تجمع المحصول بتاعك كامل. او لو انت نزلت كيفنج، اهم حاجه يبقى معاك باكيت اوف ووتر، علشان لو انت نزلت واتدبست ولقيت كميه لافا في النص وطلع عليك سكيلتون زي اللي كان لسه مسلم علينا، فهتقول طريق السلامه فعليا. الفيديو ممكن يبقى طويل شويه يعني، ممكن، لكن بعد القص الكتير ما اعتقدش انه هيبقى وحش. وبما ان دي البدايه يعني، اتمنى ان البدايه تبقى عجبتكم. تعالى هنا نخش تاني على البيزمنت اللي كنا فيها، او البيت بتاعنا ده. اور هاوس يا مان، اكس ديموز هاوس بقى معنى اصح. المهم دلوقتي عايزين نعمل الفرن، نعمل لنا فرن متواضع حبتين. هنا يبقى شكله رايق. هنا عايزين نحطه ونحط معاه الرو ايرون عشان نقدر احنا نشويه. خروف بيحاول يهرب مننا. عايزين 3 بس من هنا. عموما عايزين نعمل برضو كده، خدنا الاتشيفمنت التاني خدناها تاني، اللي هو بتاع الاكل، بتاع تسخين الاكل. نعمل هنا الفرنس ونحط جنبه 4 خشبات، وده السموكر. مثلا الرو ماتن او الرو بورك تشوب، اللي هو لحم الخنزير او اللحم العادي. لما انت هتيجي تعمل، تعالى ناخد نص الكول من هنا. لما انت هتيجي تسخنه من هنا، هتاخد قصاده بقى الايه، اللحمه مستويه. ايه فايده اللحمه المستويه؟ ان اللحمه المستويه دي بتزود لك الهيل اكتر، بتزود لك كميه الهيل وكميه الهرت اللي عندك. وطبيعي لو انت في اشتباك او حاجه، كميه الاكل دي هي اللي هتفيدك اكتر بكتير من الاكل العادي اللي انا باكله حاليا، اللي هو طبعا يعني العيش ما اثرش معانا في حاجه. دلوقتي احنا خدنا كل دول جميل. تعالى ناخد هنا معانا اول بتاع جميل قوي بقى، معانا 3 حبات كمان. 3 حبات دول هنستغلهم ان احنا نعمل ايرون بيكاكس. ليه ايرون بيكاكس؟ عشان لو نزلنا كيفنج نقدر ان احنا ناخد بيه حبايات الدايموند. حبايات الدايموند لان عندك دلوقتي الادوات متقسمه لكذا حاجه. الادوات عندك في ادوات من او ادوات من الستون، او ادوات من الايرون، او ادوات من دايموند، وفي ادوات بقى في الاخر خالص اللي هي من ايه، من النذرايت. فانت كل الادوات دي كل ما انت بتطلع صف يعني، كل ما انت مثلا ما تطلع من وود لغايه ما تطلع للستون كده، انت زودت السرعه بتاعت الادوات بتاعتك، وبقت الدوربابيلتي بتاعتها اكتر، بقت بتستحمل معاك اكتر. ولما انت تطلع بقى للدايموند، ولما تطلع برضه للنذرايت، كل ما ده بيزيد معاك. دي هنت بسيطه لو انت لسه جديد. عموما كده خدنا الباكت. خلي الايرون بيكاكس على جنب عشان ما نبوظوش حاليا. تعالى ناخد الميه. بقول لكم ايه، لديكم مياه جميله. تعالى نعمل هنا مكان صغير عشان نزرع فيه. عايزين نعمل الاول سورس اوف ووتر، مكان علشان نقدر ان احنا نجمع فيه ميه لا نهائيه ونملي لهم الحاجه بتاعتهم تاني. دلوقتي احنا حطينا 1 باكيت هنا. فرض نعمل على اخر معلومات، نعمل 4 من كل اتجاه كده. 1 2 3 4 جميل. 1 2 3 4. احنا لسه مش شلناش الجزء ده. شويه بطاطس هنزرعها طبيعي. قلنا ان احنا بس محتاجين ان احنا نوزع حبتين اضاءه، يعني مثلا واحده او واحده لا، واحده او واحده لا، واحده او واحده لا، واحده او واحده لا. ده مثال مثلا، لو انت عايز كشكل جمالي في نفس الوقت تبقى مظبط الاضاءه. ده هيستهلك منك كميه كول، لكن على الاقل تضمن ان الموضوع هنا يبقى ماشي ايزي بيزي ليمون سكويزي. هنا ما تقدرش انك تحط شمع لان المكان ده معمول بالشافل. لما انت بتدوس كليك يمين هنا بالشافل، بتقدر انك تعمل حاجه اسمها باث، او الطريق اللي انت تقدر انك تمشي عليه، او تحديد الطرق يعني، لو انت عامل مثلا مكان كبير بقى ومظبط الاماكن وكده. عموما حاليا نظبط بس الاضاءه كده، يعتبر الاضاءه يعني ايه، شبه ظابطه. ممكن ناخد برضو من عمك الفارمر اللي هنا، ناخد منه حبتين من اللي زرعه. يعني هو زرع شويتين جزر، خدنا جزرايه. شوف الحاجه بس اللي ايه، اللي هي اللي طالعه، هي دي شويتين جزر. وطبيعي تقدر انك تطلع الزرع ده كله بنسبه اسرع بكتير، بس لو كان معاك فاكر السكيلتون اللي كنا لسه موتينه؟ فاكرينه؟ السكيلتون ده عنده عظم، هو اسمه سكيلتون. فلما بينزل لك البونز بتاعته، تقدر انك تطور بيها او تطلع بيها الزرعه بتاعتك بشكل اسرع بكتير من الاول. بص احنا خدنا منك ايه، شويه بطاطس، شويتين فجل. عاجبك ولا مش عاجبك كده؟ عاجبك. واللي معايا دي البيتروت، اللي هي اللي هتطلع لك مين، البيتروت سيدز، واللي هو يعتبر فجل. لو مش عايز تقع في البتاع دي، ممكن تعمل سلاب اللي هو بالشكل اللي جاي. انت مش هتمشي وهتقع عندك في الميه. في كميه زي ما قلنا من هنا، من اللاند اللي قدامنا دي، يبقى فوق الممتازه. نظبط بقى العلم بتاعنا، نعمل الفارمات بتاعتنا وغيره. لغايه دلوقتي كده كتجميع موارد فوق الممتاز. يبقى ناقص لنا ان احنا ننزل كيفنج ونشوف. بما ان دي اول حلقه، ممكن ننزل كيفنج على الخفيف. لكن لغايه دلوقتي يعني انا شايف ان بما ان دي اول حلقه، فالمفروض انها تبقى introduce yourself يعني، كقناه اكس ديمو. عموما شرفنا. لو انت لسه بتتفرج معانا لغايه دلوقتي، فطبعا دوس لايك، دوس سبسكرايب، و see you soon.